الله وبركاته. اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي، النهارده يا حبايبي هنحل بعض التدريبات كتاب المعاصر ماده اللغه الانجليزيه بالصفحه 108 و109 و110. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه حتى يصلكم كل جديد لحل التدريبات والواجبات والمراجعات طول السنه، واقول لكم التوفيق. نمبر 1 يا شباب بيقول لك listen and choose the correct answer from ABC or D. نمبر 1 هتقول له توب. نمبر 1 هنقول له معذره براذر يعني اخو المتحدث. طيب هنا بيقول لك هتقول له توب اللي هو الاعلى او القمه. هنا هتقول له فوتبول. رقم 3. رقم 4 هتقول له جولز اللي هي الاهداف. he always scores many جولز، هو دايما بيسجل العديد من الاهداف. طيب هنا رقم 2 بيقول لك complete the following dialogue. بيقول لك اماني is asking دينا، اماني بتسال دينا about her sister ماجده، تسالها عن اختها ماجده. طب نمبر 1 هتقول له ثانكس. نمبر 2 هتقول ايه؟ ماي سيستر انها اخت. طب رقم 3 هتقول له how old is she. طب عمرها قد ايه؟ رقم 4 هتقول له what is she called هي اسمها ايه؟ طيب رقم 5 هتقول له she like فوتوغرافيه بتحب التصوير. رقم 3 هنا بيقول لك read and complete the text with the words in the list. بيقول لك كمل النص، اقرا النص وكمله بالكلمات الموجوده في الليسته القائمه دي. طيب نمبر 1 هتقول له justice اللي هي المعازيم. نمبر 2 هتقول له celebrate اللي هو احتفال. رقم 3 هتقول له I اللي هي انا. رقم 4 هتقول له ماي، خلاص ضمير ملكيه ضمير مفعول. حلينا صفحه 108، ننتقل لصفحه 109. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه. يلا هنخش هنا على التشوز. نمبر 1 هتقول له اند. ستارت البدايه عكسها ايه؟ هتقول له اند النهايه. نمبر 2 هتقول له ناديه اند هير فريند، ناديه وصديقتها. رقم 3 هتقول له هوبيس اللي هي الهوايات. رقم بي بيقول لك answer the following question. نمبر 1 هتقول له yes it's real and meaningful، انها ايه؟ مفيده. طيب رقم 5 هتقول له online friendship، بتتكلم على الصداقه على الانترنت. طيب بيقول لك هنا رقم 6 هتقول له on through a photography website. on through عن طريق فوتوغرافي اللي هي تصوير، فوتوغرافي ويب سايت موقع النت. طيب بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر. رقم 1 هتقول له ريسبشن. نمبر 2 هتقول له هيلب. نمبر 3 هتقول له ماي. نمبر 5 هتقول له فورنيتشر اللي هو الاساس. نمبر 5 هتقول له هدى وابوستروف اس اللي هي في الاخر دي. طيب رقم 6 هتقول له فوتوغرافر. طيب هنا رقم 6 هتقول له هاز. لا هز. هتقول له هز. نمبر 2 هتقول له كلوز، تاخد الفعل في المصدر. نمبر 3 هتحط ابوستروف اس. هنا يا شباب هتقول له كان يو. طيب هنا بيقول لك رايت ايميل، اكتب ايميل لسامي سيد @gmail.com وانت اسمك ابراهيم. طيب هتقول له اي ابراهيم @gmail.com، انت بقى هتقول له ابراهيم. طيب هنا هتقول له ايه؟ انت بترسل ايميل لواحد اسمه ايه؟ سامي سيد @gmail.com، والموضوع بيتكلم عن السوشيال ميديا. هتقول له دير سامي، عزيزي سامي، هاو ار يو كيف حالك، اي رايت تو تيل يو اباوت سوشيال ميديا، انا بكتب لك وبخبرك عن السوشيال ميديا. وي شود ليرن هاو، لازم ان احنا نتعلم هاو تو يوز سوشيال ميديا، ازاي احنا نستخدم السوشيال ميديا. كان بي فن، بتجعلنا سعداء، اند هيلبفول ومفيده. اتس وندرفول انها رائعه، بيكوز يو كان شير، لانها انت ممكن تشير من عليها او تشارك من عليها واتس هابينج اللي بيحصل in your life في حياتك with everyone مع كل شخص. we can know احنا نعرفه what's going to worldwide. I have a lot of friends on social media، انا عندي كتير من الاصدقاء على السوشيال ميديا. كده يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو. حلينا صفحه 108 و109 و110 من كتاب المعاصر ماده اللغه الانجليزيه الصف الاول الاعدادي. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، نكونوا شاكرين حتى يصلكم كل جديد من حل التدريبات طول السنه. واقول لكم التوفيق. مع السلامه.